طيب انا كمان عايزه اعرف راي حضرتك في قانون الايجار القديم، لازم نتكلم عنه. والله هو هذا القانون هو قانون خلافي، لأن هناك وجهتي نظر وكلاهما على حق، متضادان ولكن كلاهما على حق. فأنا من أنصار أن حق الملكية جامع مانع مقدس، لا يجوز أن يمس به بأي شكل من الأشكال، وهذا يعطي في جانب المالك. ولكني من أنصار البعد الاجتماعي، وأن طبيعة التعاقد الذي تم في نطاق هذا الإجراء كان من خلال عقود ارتضى بها الطرفين آنذاك، وإن كان فيها نوع من أنواع التعسف. لكن التصرف اللي يتم بنص المادة بخروج الناس من البيوت، أعتقد إن ده شيء بعد 7 سنوات شيء مش من الممكن إن إيه تستطيع إنك تتزايدي في المسألة، تقولي مثلا بإيه إن القيمة الإيجارية تزيد بشكل دوري، فبالتالي بتدي نوع بتدي نوع للمالك من التعويض، وفي نفس الوقت بتحافظي على الإسكان. افتحي الباب، افتحي الباب الأول كدولة، افتحي الباب وقولي أنا هحجز، وأهو خدوا 500 ألف شقة أهي، والناس تصدق إن في شقة هتاخدها معايا. ما الناس تصدق إن في شقة هتاخدها، أعتقد إن هيبقى في تجاوب في المسألة. والمسألة دي كلها مسألة دي لأن أجدادنا كانوا عباقرة. اما عمل السنهوري العقود وقال ان العقد شريعه المتعاقدين وهكذا، اما عملوا ده وطبقوه على قانون الايجار الاصلي كان ما كانش فيه مشاكل. انما كل الاستثناءات اللي تمت بعد كده عملت مشاكل. اعتقد ان هو بس المعالجه، يعني إيه الهدف نبيل، لكن المعالجه كان فيها نوع من انواع التعسف، يعني لصالح الملاك على حساب المستاجرين. وبالتالي يعني انا شايف ان المساله محتاجه تروي شويه في حته الطرد، محتاجه في التطبيق يكون تطبيق لاجيال مش لكل الاجيال. يعني ما ينفعش اجي اقول للجيل الثالث يمتد، ماشي يخرج، لما اجي اقول له دول ماشي. لما تيجي تقول لي الشقق المغلقه، اعالج الاول قصص الشقق المغلقه، اعالجها الاول، اقعد 3 سنين اعالج فيها. لما الناس تحس ان فعلا الشقق المغلقه رجعت للناس، الناس اللي عندها اكتر من سكن ايجار، لما الناس تحس انها رجعت للملاك شقق، بقى في مرونه وفي عرض وطلب، فالحده هتخف. لما تيجي تقول الجيل الثالث ما يكملش، هخرجه بعد 7 سنين هيبقى مقبول. لما تيجي تقولي في المسائل التجاريه يتم التوافق ليه طبقا للسوق والعرض والطلب، ماشي، انا عندي استعداد ادفع الايجار، ما تخرجنيش بس هدفع ايجار المثلي. انت هتخرجني عشان تدخل حد مكاني في المحل التجاري، طب اللي جاي مكاني هيدفع قد ايه؟ هيدفع قد كذا، هدفع زيه، يبقى انت مش محتاج تطلعني. وده برضو حلول تبدا تطبق، لان دي حالات مختلفه، وبالتالي المعايير في التطبيق مختلفه. وبصراحه الله يكون في عونهم اللي دخلوا القانون ده، لان هو الخلاف يعني وجهتي النظر زي ما انا قلت لحضرتك الاثنين اصحاب حق، ولكن وجهه النظر متضاده بينهم.